السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. معلش التصوير دوت اتمسح مني، معلش بعتذر. انا دلوقتي عاملين كفتة داوود باشا اللي انا كنت عاملاها معاكم تحضير رمضان. الكفتة المدورة دي اهي اهي. انا جبتها، حطيت حلة على البوتاجاز ورحت حاطة فيها سمنة، وقمت سخنت السمنة، رحت مشوحة فيها خدتها صدمة، طلعتها من الفريزر، قمت حطها على طول مباشرة. أول ما طلعتها من الفريزر ما تسيبهاش تفك ولا حاجة، تحطها على طول في السمنة السخنة. سمنة تسيحها وتسخنيها كأنك بتاخديها صدمة كده. خدتها تشويحة كده، ادت لون كده تحمير، وبعد كده شلتها من الحلة. أنا شلتها من السمنة وحطيت مكانها توم مفروم، وشوحته مع قرن فلفل حامي. ده بذوقك انت وباللي انت حباه، عايزه تحطي ما تحطيش مفيش مشكله. وكنت مخرطه بطاطستين. بعد كده رحت حاطه الصلصه. انا مصلصله الصلصه، وحطيت عندك طماطم فريش، احط العصير لغايه ما يتسبك. وبعد كده رحت طبعا عامله الصلصه مسبكه، رحت ضايفه عليها، جبت بطاطستين وخرطتهم مكعبات كده، ورحت حطاهم. وحطيت في الصلصه ربع معلقه فلفل اسود، ونص معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره بابريكا، وملح، ومرقه دجاج. وقمت حاطه البطاطس اهي هتاخد غلوه. وبعد كده هحط عليها كفته داوود باشا. طبعا انا زودت الصلصه طبعا شويه ميه مغليه، غليت الميه وزودت الصلصه شويه ميه عشان تاخد تسويه البطاطس. هي تاخد غلوتين كده، واحط معاها كفته داوود باشا عشان تاخد السوا مع بعضها. وبعد كده هنشوف في الاخر هنعمل ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. معلش اعذروني ان اول تصوير ده اتمسح مني. وكل سنه وانتم طيبين، وجزاكم الله كل خير، وبحبكم في الله. خليكم لغايه الفيديو لغايه ما نشوف هنعمل ايه. بص يا حبايبي، انا كده اهوت هحط على طول هي خدت غلوتين بس كده. هحط الكفته معاها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بسمنتها بحالها بكل حاجه كده اهو. نشوف بقى لو عايزه ميه تاني مغليه هزودها تاني شويه عشان تاخد السوا مع بعضها. انا كده هزودها شويه ميه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. زودتها كده شويه لغايه ما تاخد التسويه وتبقى بالسمك اللي انا عايزاه حسب رغبتك انت. عايزه سمك الصلصه يبقى خفيف، عايزاه يبقى تقيل، ده براحتك انت وبذوقك انت واللي انت حباه واللي انت بتحبي تاكليه ايه. هي كده هوطي عليها واسيبها تستوي. هي بتغلي اهي، هوطي عليها بقى واسيبها تستوي. بعد كده هنقدمها لكم. قبل السوا كده هنحط مكون معلقه كمان يديها ريحه وطعم قبل ما انزلها من على البوتاجاز على طول. خليكم معايا لاخر الفيديو يا حبايبي. هنا هي بعد ما خدت اكتر من نص السوا، داخله على السوا خلاص. هي يعني غلوتين وهطفي عليها. بصوا، هحط بقى عليها المكون اللي بيديها طعم وريحه، نص معلقه ثوم مفروم قبل ما تيجي تنزليها بشويه كده، بدقيقتين كده، يعني تاخد غلوتين مع التومه ديت وبعدين تطفي عليها. تديها ريحه وطعم بقى، ما توديها في حته تانية خالص، يعني تديها طعم غير طبيعي. هغرفها بقى وبوريها لكم مع الغرف، وهنعمل معاها رز بشعريه طبعا، وسلطه وزيتون مخلل وبالهنا والشفا. كده هغطي عليها وهي غلوتين وهطفي عليها. ويا حبايبي بعد ما خلصتها اهي، الكفته اهي والبطاطس اهي، هنجربوا بقى عملوها حلوة وأكلة. نعدي أكلة كده في رمضان، كل يوم عايزة أكل جديد. وعملنا معاها شوربة، وعملنا معاها رز بشعرية وسلطة، والمخلل بتاعنا اللي أنا الزيتون اللي أنا مخللاه، وعندنا العصير برضه اهو اهو. كل سنة وانتم طيبين، وجزاكم الله كل خير.